النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية شوربة خضار هينفعونا جدا في سفرة رمضان بجد حلوة جدا، وهقول لكم كمان على أفكار واحنا بنعمل الشوربة بطريقة جميلة. أول حاجة معايا الشوربة بتاعتي غليت على النار ورحت موطية عليها. أنا بعمل الشوربة أما أجي أعملها بعمل شوية شوربة زيادة وأقوم شايلاها في أكياس في الفريزر. جبت معايا ربع كيلو من الفاصوليا الخضراء غسلتها كويس وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، والبسلة بالجزر أنا مخزناها في الفريزر. جبت حطيت حوالي كوباية ونص من البسلة بالجزر. حلة تانية على النار هنجيب بقى كوباية من لسان العصفور وأبدأ إن أنا أحمره كويس. وبالأول أحط معلقة سمن بلدي بتفرق جدا في النكهة، ممكن تعمليه بزيت أو سمنة عادية براحتك خالص. شايفين هنا بقى قلبت كده اللسان عصفور بتاعي وأحمر فيه. في الخطوة دي بقى ممكن نضيف معاه فراخ، قطع كده مكعبات صغيرة. هنضيف لو حابة تحطي المشروم ممكن نضيف المشروم هنا مع لسان العصفور بطريقة حلوة جدًا. حطينا شوية ملح وشوية فلفل مع لسان العصفور وإحنا بنحمّره. بيفرق جدًا شوية الملح اللي بتحطيهم على لسان عصفور أو الشعرية لمّا تيجي تعملي الرز، الخطوة دي بتفرق جدًا في طعم الحاجة. لسان العصفور هنا وصل للون الدهبي الجميل اللي أنتم شايفينه ده بقى، أبدأ أجيب بقى الحلة بتاعة الشوربة على العين الكبيرة وأبدأ أنزّل لسان العصفور عليها. تمام. الفاصوليا والبسلة بنحطهم الأول علشان بيحتاجوا سِوَى أكتر من البطاطس واللسان العصفور والمشروم. المشروم هنا اختياري، حابة تحطيه حطيه. المشروم زي ما دايمًا باقول لكم، المشروم ما بنغسلهوش، المشروم بننضفه بمنديل. معايا بطاطس بقى المكعبات قطعتها حوالي 3 بطاطسات كده حلوين، قطعتهم مكعبات صغيرة ورُحت نازلة كمان بيهم. الشوربة بتاعتي هنا عشان أزوّد بس النكهة عايزة شوية ملح وشوية فلفل حطيتها. حابة تحطي مكعب من مرقة الدجاج حطي، أنا ما باحطش لإن هي دي أساسي شوربة. هنا بقى بعد ما استوت وبقت بالجمال ده، حابة تعمليها شوربة من غير لسان عصفور تمام، حابة تحطي بقى فيها مكعبات فراخ زي ما قُلت لِك حطي. هنعملها بقى على سفرة رمضان بتبقى حلوة جدًا، نبدأ كده بيها وبعد كده نقوم نصلي بقى التراويح والعشا وتيجي بقى تكمّلي فطارِك بجد حلوة جدًا. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم مع السلامة.